وقال لي يخرب بيتك عم تقول اسم المسلسل غلط. بسمع لكل الشباب، والله كل الشباب اللي من جيلي، بدك تزركني كتير بسمي لك اسماء الكل، بضلني اذكر لك اسماء يعني كتار هن. انتوا بتحبوا قصة الاسماء، نحن ما بنحبه. شو البلاي ليست اللي عندك اياها بالاذاعه سمعانه انا ما شغلتي اسمع انتوا المدينه. قول له انا المدينه. الغنية لساتها بيطور انه صار لها تقريبا 24 ساعة. ان شاء الله تنال استحسان العالم اول شيء، ولسه انا بالنسبة لي ما بين لسه وضعها، يعني انا بقدر بحكي كان لو بعد اسبوع بقول لك كيف متمركزة الغنية. بس الحمد لله تقليتها جيدة جدا، وان شاء الله انا هيك مترقب لسه بعد نتائج احلى واحلى. كلام الاغنية للراحل الله يرحمه رياض العلي، الشاعر السوري رياض علي، والحان خينا وحبيبنا احمد بركات، وتوزيع عمر صباغ. طبعا الميوزك فيديو عمله إلي فهد. كل الناس اشتغلت هيك بمحبة، طلعت الغنية ما بدي أكبر الموضوع، غنية لطيفة بسيطة هيك لايت. آه، كان لازم تنزل بتخيل أبكر من هيك، يعني كان لازم على الصيفية الماضية، بس نحن تأخرنا لهلا. إن شاء الله تكون هيك على مطلع الصيفية يكون حظها يعني. أنا بفكر بستايل الأغنية أكثر من ستايل شكلي لأكون صريح معك. بس ثاقبت المود تبعي هيك هلا العام انه انا شعري طويل، ما بعرف حاب حالي بالطويل انا. تسلم. في ناس مو حابه، في ناس عم تقلي العمى ما بشعك اصلا، العمى شو قبل كنت احلى كذا. ما انا المود تبعي هيك، يعني ما عم بستقصد ادمجه بالشغل. هلا راح استغله، هلا عندي تصوير كليب باول الشهر. اسم الغنية حبيبي وبس. آه راح استغل شكلي، يعني هو لانه بيلبق مش شكلي انا، شعري يعني عشان ما بين فاهم غلط. شعري هلا يكون طويل بيلبق للستوري لاين. اول شيء الصبيه اللي معنا مش موضوع ان شاء الله تصير فنانه واقوى فنانه بعدين، بس هي بتكون بنت مدير اعمالي بوب كبول، ساره ماريا كبول. هيك شو اهليه بمحليه عاملين الموضوع. الغنيه حسيت انه بتلبق للاطفال لكون صريح، والكلام تبعها لايت وغزل هيك بسيط اذا بدك جدا جدا. ف ركبت هيك، ما خططنا، ما كتير في تخطيط، وانه بتغني معي قلت لي بغني معي، رحنا على الاستوديو غنينا طلعنا مش ما بدي اقول انه نحن كتير فوضوية، لا نحن منظمين كتير، بس بالذات بهالغنية هيك موضوع ركب بطريقة غريبة. فما كتير مخططين ولا مركبين انه. وانا بحبها للبنت، بتكون بنت مدير اعمالي. انا بدك صراحة ما بكون دبلوماسي، بنطر الكل. بدك هلا تزركني كتير بسمي لك اسماء، بصير بسمي لك اسماء الكل. بس انه عن جد بنطر الكل لانه بسمع الكل، يعني بسمع كل شيء جديد نزل على السوق. هلا مؤخرا مثلا انا سمعت بارك له لمحمد مجذوب مثلا، حبيت غنيته وحبيت انه هو ملحنها. بسمع لكل الشباب، والله كل الشباب اللي من جيلي، كل الشباب اذا بدك، وكل الفنانين اللي انت يعني شو البلاي ليست اللي عندك اياها بالاذاعه سمعانه انا، ما شغلتي اسمع وبهمني اسمع لاعرف وين رايحين بموضوع الموسيقى. بحب كتير اذا يعني انا مثلا بحب شوف شو عامل حسين الجسمي كتير، يعني بنطر انا بحب راسه بالموسيقى. طبعا الوسوف مثلا. هيك شو بضلني اذكر لك اسماء يعني كتار هن، إنه خلاص. انتوا بتحبوا قصة الاسماء، نحن ما بنحبه. جزء من هالعمل، جزء خلينا نقول الموسيقى الشارع خلينا نقول، او التيتر مثل ما بيقولوا. بس العمل ناجح جدا فيه وبلاي يعني. قلته جاوبت عليه هذا الجواب، بدي ارجع جاوبه، بس رح جاوبه صح لانه انا شفت الاستاذ سيف وقال لي يخرب بيتك عم تقول اسم المسلسل غلط. كنت عم بقول عنه العربجي، هو العربجي. انا حضرت العربجي وحضرت ضاء الجن، وحضرت النار بالنار، وحضرت للموت، وحضرت الزند. بعد في واحد، لا والله هول قضيناها نحضر. اول شي بسلم على الكل، بتمنى لهم يعني كان هيك هالشهر يكون عليهم يكون خير، لانه عن جد كانوا ممتعين ومبدعين كلهم وامتعونا، وانا بسلم عليهم وبشوف حالي فيهم كلهم. لانه اذا بدك القاسم المشترك فيهم كلهم فيهم سوري يعني، الاعمال سورية واضحة. فانا بسلم على الكل وبحبهم كلهم، فان للكل يعني. ليك هالسنة لنكون صريحين بدون ما نجمل القصص الواضحة كانت انا اللي سمعته كتير تبع التتر النهاية تبع الزند. ايه بس بدك صراحة ما بيطلع حلو معي. يعني جربته انا حسيت حالي لا ما بتزبط، حسيته ثقيل معي.
لانه طالع مع الصبيه كتير حلو، طالع هيك فريد يعني، طالع عندها هي عندها هانك حلو. نحن شوي بنصير بنغنيه هيك ما بعرف ببساطته بهيك تقله ببساطته. كان اللي عامل موسيقى آري جان خينا وحبيبنا بحبه كتير، كان زميل بالدراسة من زمانات طبعا، تخرج وأنا تركت طلعت. بسلم عليهم وبتمنى لهم كل خير. حلو كتير، كان ضربة معلم يعني. حبيبي شي من كراميلو يختم معك. ما شاء الله ما شاء الله جمالك ساحر والله، انت يلي طعم خدودك نوتيلا نوتيلا تراررم. خلاص هيك.